في مقابلة لنادين الراسي ببرنامج كتير هالقد مع الإعلامي هشام، بتشكي همها وبتعرف عن حالها بطريقة فكاهية وبتقول: أنا نادين الراسي، من كتر المصايب قلعت دراسي. خلونا نسمع شو حكت نادين الراسي. أنا نادين خليل الراسي، من المصايب أبعت دراسة، أخباري بيضلوا على كل لسان، صرت أشهر من نبيه بري بلبنان. كل ما أوعى من النوم عندي هونيك خبرية، بينعمل عني حلقة من قال صاروا 100. ومن وين بدي بلش وشو بدي أقول؟ كل مشكلة بحياتي مستحيل تزول. خيي الصغير ضربني وما حيرجع، حتى لو بعده مني عم يرضع. عم بحكي حكي كتير جريء، بصراحة مش فارقة معي، مخيي الكبير مات على الطريق. عندي ولدين ما بيسمعوا باسمي، علاقتي فيهم صارت على الرسمة. كنت انطرهم تشوفهم على الطريق وتحت الشتاء، بس يشوفوني يبلشوا زعيق. من كتر مشاكلي ماشية من حيط لحيط، وأولاد الأوادم كل همهم بس شو تعطيت. وبكل مقابلة بينزلوا لي دموعي، وبقول لحالي يا نادين امتى بدك توعي؟ الصحافة بتنطرني لتعمل مني قصة، وأنا بروح على الآخر وبعمل جرصة. بس حياتي ملكي وأنا بملكها، ما حخلي حدا بقى يجعلك. بدي أعيش وبدي أفرح وصلي وارجع على حياتي وعبي محلي. أختي وخيي وأنا رجعنا سوا، نظفنا قلبنا بعد ما انجوى. أنا نادين خليل الراسي. صحيح نادين عرفت عن حالها بطريقة فكاهية، بس مبين من كلامها في حزن وألم بداخلها. الله يخفف ويهون عليها. ولهون بيكون وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم. نشوفكم بحلقة جديدة من حقائق مع رامي. سلام.